حوار دار بيني وبين أختي. عبقلها الحياة فعلا لعبة، وكل يعني اللي بيتفكروا بعمق وبيخوضوا الحياة وبيكتشفوا هذا الشيء. يعني نحن في لعبة وجودية، لعبة حضورية تتطلب هذا الحضور منك. الوجود مرادف لحضور، تمام؟ قالت لي يعني كيف لعبة؟ قلت لها إن رحنا اتجهنا قليلا للقرآن، حنشوف آيات ذكرت إنما الحياة الدنيا لعب وله. لا، أنا لا أريد تفسير الموضوع بشكل عبثي. قالت لي لكن يعني كيف لعب وله؟ يعني هل نحن بدنا بمعنى نعبث؟ قلت لها لا، الآيات القرآن بعض الآيات فيها ترابط. كل آية أنت بتفهمها بتفكر بعمق. قلت لها أكيد أنت ما رح تلعب بدون ما تكون مؤمن أول شيء بالخالق، بمن أوجد هذه اللعبة. أنت تثق بمن أوجد هذه اللعبة، أوجد لها قوانين، تمام؟ لكن أولا لازم تعرف من هو الخالق. هل الله تركنا دون أن نعرف من هو؟ لا. وفي آيات مذكورة كتير بتقلك من هو، يعرف عن نفسه يعني. لكن العالم تركت أفكارها وتركت عقلها ينقاد وراء ألسنة وعقول الآخرين من شيوخ وأشياء لم يفسروا حقيقة من هو الله. فقط هيئوا الله بصورة تخويفية أكثر من ما هي صورة فيها اطمئنان. خلينا نذكر، أنا ما رح أذكر جميع الآيات، يعني لا يحضرني. أنا فتحت بشكل عفوي يعني، وليس ماني محضرة ورقة أو شيء. إن الله لا يحب المعتدين. آية تذكر من هو الله، ما يحب وما لا يحب، تمام؟ في سياق آخر إن الله يحب المحسنين. في آيات هلأ لو بتكتب على جوجل آيات إن الله يحب، إن الله لا يحب، بطلع لك كل هاي الآيات. لا يوجد، نحن لسنا في زمن التخفي، نحن في زمن المعرفة والتطور والحداثة، تمام؟ فإنه تترك نفسك وعقلك جامد دون تطور وتحديث، هذا نوع من الجحود للزمن الذي وضعك به الله. فإن الله يحب المحسنين، إن الله لا يحب المعتدين. أليس من الاعتداء أن نتحكم بحياة الآخرين؟ أليس من الاعتداء أن أتحكم بأفكارهم، بسلوكياتهم، بمشاعرهم، أن يكون لي رأي معطل لحياتهم؟
هذا من الاعتداء. نجد أشخاص كثيرين يقولون حياتي معطلة. من اعتدى على حياتك بعبث كثير بأفكارك وشعورك، جردك من حقيقتك، جردك من أن تكون فكرك، جردك من أن تكون شعورك، من أن تكون طاقتك، من أن تكون ما أنت. إن الله لا يحب المعتدين. تستطيع أن تمتلك حياتك بشكل كامل، أنت حياتك بشكل كامل إن كنت فعلا تمتلك ماديتك، تمتلك ماديتك الخاصة. أنت متحكم بجسدك المادي، أنت متحكم وأنت القائد على جسدك الفكري، وأنت القائد على شعورك وجسدك الشعوري، وأنت القائد على طاقتك، وأنت القائد، أنت سيد لعبتك. تخبرني مثلا فتاة تريد أن تذهب وتمارس الجنس كما يحلو لها دون زواج. سأقول لها أنت صحيح تمتلكين جسدك المادي، تمام، وهو لك، لكن هل تمتلكين استقلاليتك المادية مثلا؟ أنت نتيجة هذا السلوك قد يحصل مثلا حمل، قد يحصل هذه الأمور. المعرفة تغنيك عن الأضرار. هل أنت تمتلكين استقلاليتك إن حدث أي طارئ؟ هل تمتلكين المعرفة للتوجه للشيء دون أن تقعي في ورطة؟ لا تمتلك المعرفة قبل توجهك إلى الشيء فأنت في ورطة، ستورط نفسك. تعرف ما لك وما عليك قبل إقدامك على الشيء فأنت في أمان، وأنت فعلا تمتلك. عندما تقول لي أنا أعمل، أنا أفعل، أنا هذا، أمتلك مشاعري الخاصة، أمتلك حريتي، أمتلك فكري، أمتلك، وهذه حياتي، وأنا فعلا أمتلك ما يسعفني إن الآخر لم يكن على قدر التوقع. أمتلك ما أستطيع أن أخلص نفسي. لأن الاعتداء، من الاعتداء أن نجلب روح لهذه الأرض ونحن غير مستعدين لها. قد تقول أني مستعدة وأني أريد، ويحدث هذا إن كانت مستعدة ومستقلة نفسيا، فكريا، جسديا، شعوريا، هي قادرة وهي تريد، هي حياتها. إن الله لا يحب المعتدين، إن الله يحب المحسنين. المحسنين هو إحسانك لنفسك أولا، ثم إحسانك للآخر بعدها. أحسن إلى نفسك، إلى من أنت في جميع شعورك وفكرك وطاقتك وماديتك وجسدك، جميع أجسادك، ثم بعدها قدم للآخر